حضرتك يا فندم انا شغال من الساعه 6 للساعه 6، من الساعه 6 بالليل لغايه 6 الصبح زي انت ما حضرتك شايف لحم لقمه عيش. قاعد حضرتك في شقه بايجار ب 450 جنيه. شقه ايجار في امبابه ب 450 جنيه. حضرتك شغال في شركه المونتان للمصريه جنب نوفرسال كده. تمام يا فندم 900 جنيه مش بتقضيني، باجي اتكلم المدير بيقول لك عاجبك مش عاجبك امشي. انت بتاخد 900 جنيه؟ باخد 900 جنيه بس. وبتدفع ايجار 450؟ بدفع ايجار 450 جنيه ومتجوز ومعايا واد وبيت. ومتجوز معاك واد وبيت؟ هتعمل لي 450 جنيه يا استاذ. مش هتعمل لي حاجه حضرتك يا فندم. والله العظيم يا باشمهندس انا ساعات بستلف 300 جنيه ولا 400 جنيه، ويعني ربنا اللي يعلم بيا. مش عارف انا اعمل ايه والله. حد يبص لنا القطاع الخاص دوت حرام ولا حلال دوت؟ مش حرام ولا حلال ان الواحد يتبهدل من الساعه 6 للساعه 6 12 ساعه 12 ساعه كده الواحد واقفهم، يعني عامل مستحيل. يجي المدير يبص عليك يلاقيك نايم 5 دقائق في الشركه يقول لك مخصوم منك 3 ايام من 900 جنيه. حد يبص لنا، يا ريت حد يتكلم عن القطاع الخاص من الناس الاعمال اللي معاهم مصانع دي. يعني احنا نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه في الدنيا اللي ربنا يعلم بيها دي؟ حرام عليكم. دي المصانع اللي هنا في مدينه 6 اكتوبر. ايوه يا فندم المصانع اللي في مدينه 6 اكتوبر. انا باخد 900 جنيه يا فندم. يقول لي عاجبك المدير، دخلت المدير يا باشمهندس بقول له زودني حضرتك 50 جنيه. يقول لي عاجبك مش عاجبك امشي. انا لسه جاي حضرتك من امبابه، ساكن في امبابه يعني حضرتك ساكن فين؟ ساكن في امبابه يا فندم. بدفع 450 جنيه، جيت اجر شقه هنا بيقول لي 500 جنيه و600 جنيه. ايوه شقه هنا اكل ايه واشرب ايه ولا اعمل ايه يا باشمهندس؟ حرام حرام حرام. حد يبص لنا القطاع الخاص ده، حد يتكلم على القطاع الخاص شويه. 900 جنيه دي تعمل لنا ايه يا استاذ؟ ما تعملناش اي حاجه والله العظيم. 900 جنيه يعني الواحد يعني حرام ان الناس اللي في المصانع ديت، حرام الناس اللي في المصانع ديت والله العظيم. كل الناس شغاله على القطاع الخاص. حد يبص لنا على القطاع العام، حد يتكلم على القطاع العام. يا ريت كل المصانع تبقى قطاع عام. حرام يا استاذ. الف شكر لحضرتك. شكرا. شكرا.